الهلال يحل ضيف ثقيل على نادي الحزم مساء يوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي. اللقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين مع اقتراب الموسم من مراحل الحاسمة. الزعيم يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تبقيه في دائرة المنافسة على صدارة الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 71 نقطة، محققا 21 انتصارا مقابل 8 تعادلات رغم الفوز الصعب في الجولة الماضية. روبن نيفيش لاعب وسط نادي الهلال تعافى بشكل كامل من الإصابة اللي لحقت به في مباراة ضمك بالجولة 30 من دوري روشن. بعد ما خضع لفحوصات طبية مطمئنة أكدت سلامته، شارك اللاعب الخميس في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بدون أي شكوى بدنية، كذا يكون جاهز فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، ويعتبر من أبرز الخيارات المتاحة قدام الجهاز الفني في مواجهة الحزم السبت بمدينة الرس ضمن الجولة 31. يذكر أن الهلال كان فاز على ضمك بهدف نظيف في لقاء أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض. الهلال يغيب عنه أكثر من لاعب في مباراة الحزم ضمن الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين اللي بتتقام على أرضية ملعب الحزم. أبرز الغيابات السنغالي خالد كوليبالي وحمد اليامي، وذلك بسبب الإصابات اللي لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة. المدرب سيميوني إنزاغي راح يعتمد على يوسف أكتشيش عشان يعوض غياب كوليبالي. يذكر أن الهلال كان فاز في المباراة الأخيرة على ضمك بهدف نظيف. التشكيل المتوقع للهلال قدام الحزم ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي: في حراسة المرمى المغربي ياسين بونو، خط الدفاع الحربي وتمبكتي وأكتشيتشك وثيو، خط الوسط الصربي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش وعلي كينو، خط الهجوم البرازيلي مالكوم والفرنسي كريم بنزيما والقائد سالم الدوسري. على الجانب الآخر الحزم صاحب المركز التاسع ب38 نقطة لم يذق طعم الخسارة في آخر 3 مباريات ويطمح لمفاجأة الزعيم. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت أن 3 من كبار أندية السعودية تستعد لتقديم عروض للتعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح برشلونة. برشلونة يحتاج لتسوية أوضاعه المالية، وهذا يفتح الباب قدام رحيل اللاعب اللي تقدر قيمته بأكثر من 80 مليون يورو. الأندية السعودية الكبرى ومن ضمنها الهلال بدأت تجهز ملفاتها المالية عشان تقدم راتب سنوي يفوق اللي يتقاضاه اللاعب حالياً. برشلونة ينتظر العروض عشان يوازن ميزانيته، ورافينيا كان متمسك بالبقاء قبل كده، بس المغريات السعودية والضغوط المالية للنادي قد تغير مساره بشكل نهائي. العلاقة بين الحارس البرازيلي إيدرسون وناديه فنربخشة التركي متوترة بشكل كبير، ورحيله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مرجح جداً. هذا التوتر خلى النصر والهلال تراقب وضعيته عن كثب عشان تقدم عروض رسمية لضمه. إيدرسون عقد مع فنربخشة 2 سنين ب11 مليون يورو في السنة، ويطالب ب22 مليون يورو تعويض عشان يوافق على فسخ العقد، والإدارة التركية تشوف هذا الشرط صعب جدا. النصر يبي يعزز مركز الحراسة ببديل عالمي، والهلال كذلك أيضا. الحسم راح يعتمد على قدرة الأندية السعودية المالية. المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني للهلال طلب استعادة خدمات كانسيلو ورفض فكرة رحيله بشكل نهائي لحاجة الهلال لخدماته. إنزاغي يعتزم الاعتماد على كانسيلو الموسم القادم، خاصة بعد المشاكل اللي واجهت الفريق بهالمركز خلال الموسم الحالي. في المقابل برشلونة يسعى للاحتفاظ باللاعب بشكل دائم اعتمادا على رغبة كانسيلو بالاستمرار معهم. إدارة الهلال في حال تعذرت عودة اللاعب تشترط على برشلونة دفع 15 مليون يورو للحصول على خدماته بشكل نهائي. ارتبط اسم سيمون فرانسيس المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي بتولي تدريب الهلال خلال الفترة المقبلة، وذلك لخلافة الإيطالي سيميوني إنزاغي. الصحفي الموثوق ديفيد أورنستون أكد عبر منصة إكس أن فرانسيس سيغادر بورنموث رسميا بنهاية الموسم، لكنه لم يوقع مع الهلال حتى الآن، رغم أن الهلال مهتم به ويضعه ضمن خياراته لقيادة الفريق.
من جهته كان إنزاغي قد أكد خلال الفترة الماضية على استمراره مع الهلال حتى نهاية عقده، خاصة مع ارتباط اسمه بتدريب منتخب إيطاليا.